القبيلتين هذه حبايب ما عندهم من الشيطان طاري، سمن وعسل. كان يحكمهم واحد اسمه عمليق. عمليق هذا من طسم مش من جديس. خذ السالفة. من قبائل جديس كان في رجال وحرمة متزوجين طال عمرك وعندهم ولد. الولد هذا كلهم اختلفوا بالحضانة، فقالوا نحتكم المنو، نحتكم العمليق. مشينا. وعمليق هذا كان يحكم كيف، ورجال ما يخاف الله ولا يرعب في الناس إلا ولا ذمة، رجال مش شايف نفسه. جو عليه قالوا يا ولد حنا بنحتكم عندك. قالوا ايش موضوعكم؟ قالوا والله عندنا حضانة هالولد هذا، الحرمة تبي الحضانة له وانا يا الرجل ابي الحضانة لي، ونبيك انت تحكم بيننا. قال اعطوني حججكم، مثل قولة اعطوني سوالفكم اللي عندكم. كل واحد قام يقول الكلام اللي عندي. يوم ما عجبوا لا كلام المرأة ولا كلام الرجل، وش سوى؟ قال جيبوا الولد. وخذ الولد عنده. طالعت المرأة بعمليق قالت يا عمليق وش علمك، وش عندك خذيت الولد؟ قال والله انا رجال اخذته وانتهى الموضوع، يلا توكلوا على الله ما لكم شيء عندي. هنا الحرمة هجته ببيت، هجته ببيات مو بيت واحد. قالت اتينا اخا طسم ليحكم بيننا فظهر حكما في هزيلتي ظالمة. يعني انت رجال الظاهر ما عندك الا الضعوي. سمع عمليق بالابيات قالوا يا ولد هجتك الحرمة هجاء مقذع لدرجة انها طال عمرك صلخت شواربك صلخ. قال دواهم عندي. وهو يحكم حكم ظالم ما يحكمونه حتى الهندوس. الهندوس اللي يعبدون البقر ما يحكمون الحكم هذا على قبائل جديس. وش حكم عليهم؟ قال اي مرة من قبائل جديس بكر ما يدخل عليه زوجه قبلي، انا ادخل عليه بالبداية وبعدين يروح زوجه. اصدر الحكم انت يا عمليق. يوم اصدر الحكم راح الحكم للدنيا هذه كلها. ما قدروا يسوون شيء، وافقوا على الحكم هذا. قالوا خلاص مدام عمليق حكم حنا معه. سيد جديس اسمه الاسود. الاسود هذا طال عمرك جت تزوج اخته. يوم تزوجت اخته قالوا حبيبي طبق الشروط. قالوا وش الشروط؟ قال انك تدخل على عمليق. قال تم. ما يقدر يسوي شيء، خلاص عمليق عنده جيوش يا ولد تاكل الناس اكل. رجال ما تعرف اللي ما يطالع بحد قدامه، خبيث. خذوا اختك الاسود ودوا عند عمليق على اساس ان عمليق يدخل فيها قبل لا يدخل فيها زوجها. الوكالة طال عمرك يوم انه جت عنده ما قبلت الموضوع والتعافر معه. يوم شاف وضعه كذا يمسك حديده يبي ركده ويهف طال عمرك ولا براسه. يوم شاف الدمانه وتطلع برا وتصيح على قبيلته. جاء اخوه قال العلم. قالت العلم سود الله وجهك ووجه اللي وراك. انتم قبيله، انتم الله ياخذكم وياخذ اللي انتم ما تستحون يومكم تدخلوني على هالاثول هذا. يوم انجن قال يا ولد والله ما بحياه بعد هالحياه يا الربع، حنا ذباحه عمليق. قال يا ولد عمليق ورا قال حنا ذباحه، انت الموضوع سوري خطه. وهم يسوون خطة انهم يدعون عمليق ورؤوس القبيلة معه على اساس يجون على العشاء ويراضونهم ويرجعون الحرمة معهم، وهم بالعشاء ينتفونهم. صار العشاء، وبجلسة العشاء جلس وراء كل واحد من قبائل طسم ومن ضمنهم عمليق رجل من قبائل جديس على اساس انه يخدمه. كل واحد ذبح له واحد من قبائل جديس ما عرف يكرر اللي عنده. هج اللي عنده شو اسمه رياح بن مرة. رياح بن مرة هذا دخل بسالفة ثانية اللي هي يوم شاف رياح المذبح اللي صارت قدامه وهو يحط رجله. وين حط رجله؟ حط رجله للتبع اليماني. قال والله ما وقف الا عند التبع. وصل للتبع، طالع التبع اليماني ولا هذا رياح قدامه. قال يا رياح ايش علمك، ايش عندك جاي هنا؟ قال يا ولد ما عندي من العلم الا عمليق خويك اللي بهك الديره ترى جزوه رجال. قال يا ولد قل غيره. قال والله هذا العلم اللي عندي، وتراهم يا ولد ادفنوا نص قبائل طسم فما خلوا علينا احد، فتكفى التبع لا تخلينا. قال التبع الرياح بن مرة قال له يا ولد عند وجهك والله اني ما اخليهم، والله لفنيهم لك فني. قال رياح هذا يسولف للتبع. قال انا لي اخت مزوجين القبائل جديس من سنين مضت، واختي هذه والله الظاهر انها بتعفس علينا المعركة كلها. قال شلون؟ قال يا طويل العمر اختي داهية. قال شلون اختك داهية؟ قال اختي تشوف على مسيرة 3 ايام. قال شلون تشوف على مسيرة 3 ايام انت مجنون؟ قال والله تشوف على مسيرة 3 ايام. قال التبع الرياح قال والله لو انها زرقاء اليمامة. قال هذه زرقاء اليمامة اللي هي اختي وموجودة عند قبائل جديس. قال زرقاء اليمامة اختك؟ قال والله اختي. قال الله ياخذك انت واختك. يا ولد شلون نغزيهم الحين؟ يا ولد ما يمدينا نغزي، تعطيهم خبر وتجهزون وينتفون نتف. قال الرياح للتبع اليماني قال خطتك عندي. قال اسلم. بهالحكي قبائل جديس موجودين طال عمرك هناك مسوين حفلة كبيرة على اساس انهم ذبحوا عمليق واللي موجودين معه، ومعهم زرقاء اليمامة. زرقاء اليمامة هذه امرأة خارقة سبحان الله، كانت عيونها الزرق. كانوا يقولون لا عيون الزرق كانت من الكحل اللي تحطه، الكحل الازرق. يقولون ان تشوف على مسيرة يوم وليلة، ويقولون ان تشوف على مسيرة 3 ايام، لدرجة ان تشوف بالليل اوضح من النهار. شوف سبحان الله.
وكانت قبائل جديث مستعينة بهالمرة هذه بكل معاركها. كانوا أصلا تعرف اللي عمليق يجي طال عمرك وين زرقاء، قالوا هذه، قال شوفي لنا حد جاي أحد. وكانوا أخويا قبل طسم جديث بعد سالفة عمليقة القشرة. المهم أن هذه امرأة خارقة سبحان اللي خلقها، زرقاء نجد أو زرقاء اليمامة. طلعت بيوم من الأيام زرقاء اليمامة تتمشى وصادت على هضبة، وهي قاعد طالع تعرف شافت قدامها شيء غريب، وكانت مع بنات الحي وهذا ويطالعون فيها. ايش فيك يا زرقاء؟ قالت انا اشوف شيء اول مره يمر علي. قالوا ايش قاعد تشوفين؟ قالت ابي رجال القبيله، وتجمع رجال القبيله كلهم. العلم يا زرقاء، قالت يا الربع انا اشوف قدامي شجر قاعد يتحرك. قالوا شلون يا زرقاء؟ انت الظاهر انك استخفيتي، انت صحيح تشوفين الناس على يوم وليله بس شجر يتحرك؟ قالت شوفوا والله انه شجر يتحرك، بس الشجر هذا ما هو شجر نظيف، والله انه وراه جيش، جايكم جيش جرار، ومن الخوف ويدرون اني بهالمكان هذا تغبوا ورا الشجر، لكن احذروا. قاموا يضحكون عليه، قالوا الظاهر ان الجنة هذه قامت صحيح انعمت قامت ما تشوف. قاموا يضحكون وتجيهم بالليل، قالت الربع اشوفهم قدامي والله انهم على مسير يوم، وكل يوم والثاني تحذرهم. بالليل طال عمرك هالقشرة ما حسوا ولا على دخلة التبع اليماني معاه وانت يا رياح والجيوش كله. طلع وش مسوي الخبيث انت يا رياح والتبع اليماني؟ جايين طال عمرك وحاطين الشجر قدامهم او معلقين يغصون الشجر عليهم ويمشون فيها على اساس انهم يوهمون انهم شجر، من خوفهم ان زرقاء اليمامة تصيدهم. وسبحان الله دخلوا عليهم وعاثوا في الارض فساد، نتفوا الجديس تنتيف. جاء انت التبع قال جيبوا لي زرقاء اليمامة. يوم جابوا زرقاء اليمامة قال انت زرقاء اليمامة؟ قالت اي نعم انا زرقاء اليمامة. قال انت تشوفين على مدى يومين ثلاث؟ قالت اي والله اشوف على مدى 3 ليالي بعد. قال والله انا رجال راجع لليمن، عشان كذا والله انت راح تصيرين خطر، يمكن بكره نجي ولا نروح ولا ها. اشلوا عيونه ويجون طال عمرك شلون عيونه. يوم شل عيونه طال عمرك تعرف اللي دمانه قامت تشخل، قال قطوه برا، ويقولون انه ذبحه، خلاه تعرف اللي يقولون انه علق اصلبه. وانتهت حكايه زرقاء اليمامه، هذه المراه العربيه الخارقه اللي كل الناس تتحدث فيها الى يومنا هذا في قوه البصر وضرب الامثال، مع أنها في كل مرة كانت تحذر قبيلتها ينتصرون على الخصم، إلا أنهم في يوم واحد ما صدقوها وأساءوا الظن فيها، راحوا بداهية. السلام عليكم.